المرة دي من قلب عيادة الجبل الأصفر، العيادة الجميلة فيت أند سليم كلينيك. معانا الباشمهندس عمرو والأستاذة نورة من المتابعين الجمال جدا في العيادة، ونازلين معانا رقم كويس جدا، وفي تغيرات كتيرة حصلت في حياتهم ساعة ما بدأوا يعملوا دايت. وبعدين هما كان عندهم خبرة سابقة مع الدايت، فبالتالي احنا عايزين نستفيد من الخبرة السابقة، نعرف ايه الفرق بين الدايت اللي كانوا بيعملوه قبل كده وبين الدايت اللي بيعملوه دلوقتي، وايه اللي حصل في حياتهم التغييرات، وازاي ده مأثر دلوقتي على شكلهم وعلى لبسهم. هيقولوا لنا التجربه بتاعتهم ويحكوا لنا ايه اللي حصل معاهم، علشان زي ما قلنا هنعاشر كل الناس ونشوف التجربه الميدانيه بتاعتهم خلال نزول الوزن، وندي طاقه ايجابيه لكل الناس. السلام عليكم. اولا انا بشكرك يا دكتور احمد، فعلا انت تعبت معانا كتير كتير. انا كنت جاي هنا في العياده كنت حدود 98 99. دلوقتي 88، انا حددت 10 كيلو، خفيت 10 كيلو. دي حاجه. الحاجه الثانيه فرق معايا في الهدوم جدا. في صحتي انا كنت اما جسمي بيزيد ببقى نايم، ممكن يعني اشخر، صوت عالي، كاني برضو ارتجاع في المريء، الاكل اللي رجع لي تاني. ما كنتش اعرف انام. دلوقتي لا، الحمد لله رب العالمين. فرق معايا جامد حتى من غير علاج. من ساعه ما ابتديت دايت مع حضرتك ما بقاش الكلام ده بيجيلي. تاني حاجه، ابتديت في شغلي بقيت خفيف، يعني انزل اروح اجي، لان هي طبيعه شغلي الوقفه والحركه كتير، ما بقاش تعبان في الموضوع ده. اما كنت بعمل دايت مع الدكتور الاولاني نزلت كتير. بس كان وشي باين عليه قوي، لدرجه ان كان زمايلي في الشغل افتكروا ان انا عندي قدر الله مرض وحش يعني او سرطان، لان كان وشي رفع قوي قوي قوي. ولما قعدت شهر من غير الدايت رجعت تاني، رجعت اكتر من الاول، يعني رجعت كميه كبيره. فما كنت جيت هنا قلت لحضرتك انا خايف ارجع تاني. وفعلا انا حتى طول شهر رمضان لما جيت انا بقالي اسبوعين ما جيتش. خسيت فيهم حوالي 4 كيلو من، واقول لحضرتك ان انا عكيت، مش عكيت يعني ايه. انا والمدام بامانه هي اللي شجعتني على الموضوع برضه الدايت. احنا مع بعض حتى مع الدكتور الاولاني مع بعض يعني. طبعا هي طبعا. عايز تفرق انت اللي بيشوفك دلوقتي انت عامل دايت؟ لا، حتى والدتي لما جت انا عازمها اول يوم رمضان ما عرفتش. لا ده اللي احنا بنقوله بقى. لا لخبطت بامانه، وكلت محشي وكلت يعني لخبطت. لا الحمد لله. عشان كده بشكر حضرتك جدا، ومعلش احنا تعبينك معانا. مكملين لحد ما لا مكملين. لا مكملين ان شاء الله حضرتك. كفايه معامله حضرتك مع التيم كله اللي بره. لا بجد يعني اخلاق جدا جدا جدا. احنا لسه كنا بنتكلم امبارح انا والمدام على الاخلاق بجد. فالحمد لله رب العالمين. احنا كفايه ان احنا اتعرفنا على حضرتك وتعبينك معلش معانا. مع تجربه الاستاذه نوره برضو معانا، هي بتتابع معانا برضو مع الباشمهندس عمرو. طبعا هما الاثنين بيشجعوا بعض تشجيع كبير جدا، وهم حافز كبير قوي. هو ده اللي بطلبه من جميع الازواج يا جماعه. الازواج لازم يكونوا حافز لبعض، يعني هما بياكلوا مع بعض، بيعملوا دايت مع بعض، بيشجعوا بعض بالطريق السليم، بالطريق الخالي من الامراض وخالي من المشاكل الصحيه. هي دي بجد الروح القتاليه اللي لازم تكون عند كل اسره عشان توصل للوزن المثالي والشكل المثالي. ده بيفرق في الحياه، هما بياخدوا بيئه مع بعض وبيتشاركوا في اللحظات الكويسه واللحظات الجميله في حياتهم. زنوره برضه هتقول لنا عن تجربتها، عشان كان قبل كده عندها مشاكل مع الوش ومع نزول الوزن. دلوقتي المشاكل دي كلها اختفت، هتحكي برضه عشان توصل فكرتها لكل الناس. اشكرك اولا يا دكتور، بجد انت عامل معانا مجهود، يعني انا ما اقولكش، انا مبسوطه جدا من اول ما حتى كمان دخلت العياده. وفعلا مع التيم يعني في اهم حاجه الراحه النفسيه، اهم حاجه ان الواحد مبسوط. انا عامله دايت مبسوطه، مش انا كنت برضو زي ما كان قال في تجربه سابقه، كان في كآبه يا دكتور، في بقى طبعا ضيق واكل وما فيش، ممنوع. ولما نزلت بطريقه وحشه قوي. بشرتي كان وشي تحس ان هو عيانه، انا عيانه، يعني كل اللي يشوفني ما يقولش دي خاسه، لا دي عيانه، ده في مرض. لكن دلوقتي الحمد لله يعني الموضوع اختلف، يعني حتى بقول لك انا عامله الدايت انا مبسوطه. وفعلا اللي شفنا ما يقولش في دايت ولا في حاجه. وشي زي ما هو، لبسي اتغير تماما، بقيت البس اللي انا عايزاه. حركتي بقت كويسه. الاول كان في نهجان طبعا، اطلع ما فيش سلمتين، لكن دلوقتي الحمد لله طبعا. وفي يعني في اقبال على الحياه. لا ما فيش وشي زي ما هو. اهم حاجه الوش. نزلت كده، انا نازله 11 كيلو يعني 11 كيلو وفرقوا.
فرق، بس اهم حاجه الوش. انا كان عنده مشكله يا دكتور في الوش فعلا، كان وشي تعبانه وفي ايه. دلوقتي لا الحمد لله. لا لا مش باين، وفي نفس الوقت اللبس اللي انا بلبسه كله، يعني انا الاول بناطيل ما كنتش بلبس بناطيل، كان مؤثر طبعا وانا حركت في الشغل فمتأيده بحاجه واحده. دلوقتي لا، في بناطيل، في لبس، في كل حاجه الحمد لله. فاهم حاجه يعني. فدكتور والله احنا تعبينك. احنا بنشكر استاذه نوره لذوقها جدا جدا جدا، وسعيدين بالتجربه الجميله دي، وان شاء الله مكملين الوزن المثالي والشكل المثالي معاهم لحد اخر المشوار. شكرا.